السلام عليكم. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نعملوا مع بعضياتنا المقروط ديال التمر او المعمول ديال التمر المعسل. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 500 غرام ديال السميد المتوسط اللي غادي نضيف له 125 غراما خليط ما بين الزيت والزبده المذابه. غادي نحركو مزيان حتى يتشرب لي السميد بالدهون، ومن بعد غادي نضيف له واحد ملعقه كبيره ديال الدقيق، هذه اللي كتخلي السميد يتماسك مع بعضياته وما يتفتتناش اثناء القلي. غادي نحركو مزيان مع بعضياته وغادي نتركهم على جنب يرتاحوا من الاحسن 2-3 ساعات هيدا باش كيتشربنا الدهون مزيان. ملي يرتاحنا السميد ديالنا غادي ندوزو غنضيفو له دابا السوائل باش نجمعوه. السوائل غادي نحتاجو 125 ملي من خليط ما بين ماء الزهر والماء. هذا كافي على انه غادي يجمعنا هاد السميد اللي عندنا او هاد الكميه ديال السميد اللي عندنا. صافي غادي نجمعو، غنتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون شويه متماسكه. غادي نتركوها على جنب وغندوزو باش نوجدوا الحشوه ديالنا. غادي ناخذ 250 غرام ديال معجون التمر، اولا الا كان التمر يعني طبيعي. غادي نضيف له ملعقه كبيره ديال الزبده، ملعقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف له شويه ديال المزهر غير على حسب يرطب لي ويتجمع. غادي نعجن هاد المسائل مع بعضياتها وهيدا كتكون الحشوه ديالي واجده. غادي ناخذ العجين ديالي ديال السميد، غادي نحاول انني نشكل منه هاد الحربول هذا. غادي نضغط له بالاصابع ديالي في الوسط بحيث نعمل واحد الفجوه. غادي نضيف له واحد الحربول ديال التمر اللي سبق لي عدلته وغادي نشد عليه بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نشد مزيان وغادي نحاول نسبك ديك الحربول، ومن بعد غادي نضغط عليه شويه، يعني غادي نبسطو شويه وغادي نقطعو بالشكل المعتاد، يعني نقطعوه على شكل معين. صافي من بعد ما نقطعوه غادي ندوزو غادي ننقشوه النقش ديالنا، يعني العادي البسيط بهذه الطريقه هذه. هذا المعمول التقليدي او لا المقروط التقليدي. الشكل الثاني غادي ناخذ واحد الكويره ديال العجين ديال السميد، غادي نعمل لها ثقل في الوسط وغادي نضيف لها واحد الكره ديال المعجون ديال التمر وغادي نحاول نسبكها كما كتلاحظوا معايا. وغادي ناخذ هذا الطابع هذا، يعني هاد الانواع ديال الطوابع هذه موجوده في السوق بزاف، وغادي نضغط عليها هيدا باش يخرج لي هذا الشكل. صافي ملي غنسالي الكميه ديالي غادي ندوز باش نقليها في الزيت. غادي نقلبها حتى تحمر لي من جميع الجوانب، ومن بعد ملي غنرفع من النار غادي نخليها تستقطر شويه من الزيت هيدا باش الزيت ما كيفسدناش العسل ديالنا. ومن بعد غادي نوضعوها في العسل حتى تشربنا العسل مزيان، وهيدا كيكون المقروط ديالنا واجد. وبالصحه والراحه. ما تنساوليش بالتعليقات ديالكم الزوينه، ونتلاقاو في فيديو الجاي.